مفاجأة غير سارة في انتظار من سيشاهد المونديال من المقاهي من مصادر مختلفة. إن أغلب المقاهي تسير نحو اعتماد تذاكر لمتابعة مباريات كأس العالم، إذ يمكن أن تتراوح ما بين 15 و30 درهما، ويرغب بعض أرباب المقاهي في الاستفادة من بث مباريات كأس العالم يوميا ابتداء من الأحد المقبل، وعلى امتداد شهر، خاصة مباريات المغرب. ورغم نقلها بالمجان أرضيا، فإن بعض المقاهي تتحضر فنيا ولوجستيكيا من أجل إحداث أجواء حماسية وجذب الجماهير لمشاهدة المباريات. وجاء هذا المستجد في وقت تشن القناة الناقلة الحصرية لكأس العالم حملة من أجل حث الجميع على تفادي القرصنة وعدم اقتناء الأجهزة غير القانونية التي تبث المباريات بشكل مقرصن، خاصة بالنسبة إلى المقاهي التي تجذب عددا كبيرا من الجماهير خلال المواجهات. وحسب برنامج المباريات، فإن الجماهير ستتابع 4 مواجهات في اليوم في الدور الأول من 11 صباحا إلى 8 مساء، وهو ما يعتبر مناسبة للربح الوفير لدى أغلب المقاهي. ولم يتسنى التأكد من انخراط كل المقاهي في هذه العملية، إذ يمكن أن تسير مقاه أخرى في اتجاه مختلف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.